السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. بعد النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل وشينزو زي ماتيريال ماستر. قبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. قبل ما نبدأ بقى تعالوا مع بعض نفتكر أهم أحداث الحلقة اللي فاتت. اتعرفنا على تشين اللي خانه أعز صديق ليه، ولما مات اكتشف إنه اتولد من جديد في شخصية ومكان تاني. كان فاشل جدا وضعيف، فقرر إنه يصحي قوته القديمة. فنحاول بكل الطرق، والنهارده هنعرف ان كان نجح فعلا ولا لا، خصوصا بعد ما اقتحم اوضه تدريب الرئيس واستخدم الاله بتاعته. بس لحسن حظه ان الرئيس فرح بيه لانه عرف يشغلها ويطفيها، واخد ووصله وقدم له هديه كمان. لو عاوز تشوف بقى باقي التفاصيل هتلاقي لينك الحلقه في الوصف، اتفرج عليها وادعمها باللايك والشير، وادعم حلقه النهارده باللايك والشير علشان توصل لاكبر عدد من الجمهور. ويلا نبداها بسرعه. رجع تاني الرئيس للآلة بتاعته، قال لليو قوانشي ان اللي حصل ده لو اتكرر تاني وعرف ان في حد قرب من الاوضه دي وقتها هيبقى عقابه كبير جدا. طلب منه يبطل يخلق اعذار ويتهرب من المسؤوليه ويعتبر المكان ده مكان مقدس بالنسبه له. ولما لقاه لسه بيتحجج قال له انه خلاص طرده، وطلب من الحراس انها تشيله وترميه بره المكان. وقرب من البنت المسؤوله وسالها عن اسم تشين اللي ما كانش يعرفه. حتى البنت قالت له انها كانت كاتبه بره تشين لكنها ما تعرفش حاجه تانية عنه. وقف الرئيس قدام الاله بتاعته وفرحان جدا. حتى الوزير استغرب من ده وساله ايه اهميه الاله دي. فهم الرئيس ان فيها 6 حلقات و8 مستويات، وتشين قدر انه يفتح منها 18 مستوى، وده معناه ان وراه معلم قوي جدا. في الوقت ده كان تشين رجع لبيته وقعد يتدرب. اكتشف ان القوة اللي جواه بتزيد من غير اي تدريب، وكل ده بفضل الآلة. وبعد شوية كان وصل لاعلى مستوى في المرحلة الاولى. جات له والدته وطلبت منه يستريح شوية ويخرج يتعشى معاها. خرج تشين وهو بيفكر في يوم المسابقة، وبيفاجئ الكل انه وصل لاعلى مستوى وفرح ان المسابقة فاضل لها يوم واحد، وكان فخور جدا بنفسه. كانت تشاوي كمان بتظبط الوضع في المسابقة بس بالرشاوي، كل ده علشان تشين يخسر في الاختبار. وحتى دفعت فلوس بزيادة كمان، ولا تشي يونج يشغلوا نفسهم بيه وممكن يقعوا في مشاكل بسبب الرشاوى دي، لان لو رئيس الأكاديمية عرف مش هيسكت والخبر هينتشر للكل. قالت له إن الجد وو لو عرف اللي عملوه مع تشين ووالدته مش هيسكت، لكن لو رجع وعرف إنه اتطرد من الأكاديمية لأنه فاشل فمش هيقدر يتكلم معاهم، ومش هيرجع شين يو ولا تشين تاني أبدا للعيلة. ودخل شين فين ووعدها انه لو قابل تشين هيضربه وهيهزمه، ففرحت جدا والدته الشريره. من ناحيه تانيه راح وو للي فينج، وده تلميذ قوي جدا وعلاقته كويسه معاه، فطلب منه خدمه وانه يضرب تشين في الاختبار. مستغرب لي فينج انه طالب منه المساعده مع انه اقوى، ففهمه وو ان تشين شخص مختلف وحكى له هو عمل معاه ايه. وكان الكل بيستعد للمنافسه، ومن ضمنهم الاميره تشاو لينجشان. ولما والدها شاف مستواها فرح بيها جدا وشكر ليانج يو. واول ما ليانج يو عرف ان المسابقه هتبدا توقع ان تشين هيكون موجود، فقال للأميرة إنه هيجي يتفرج عليها. تاني يوم وقف تشين لبس واستعد وخرج من أوضته وهو كله أمل، وراح لوالدته وقدمت له الفطار بإيديها وقالت له إنها تروح تطمن عليه. واول ما وصل تشين لمكان المسابقه وقف الموجودين تنمروا عليه كالعاده، فساب الكل وراح للين تيان سلم عليه واطمن ان جروحه كلها خفت. وقال له لين تيان ان بعد المعالجه اللي عملها له حس ان قوته زادت كمان، مش بس جروحه خفت. ولما شافهم شين فين قرب منهم وضايق تشين وكان معاه مقاتل تاني، فقال عليه تشين انه اكيد كلبه الجديد. فاتضايق جدا المقاتل ووقف استعد علشان يهاجمه، فسال تشين ابن خاله شين فين لو مستعد يتحداه قدام الكل. ولما شين فين رفض قال عليه تشين انه كلب وسابه ومشي. وهو ماشي لمح لي فينج وقال عليه ان لين تيان من اول التلاميذ العباقره في الاكاديميه وما لهمش علاقه بيه، واخده ومشي. وصل ليانج يو وقال لساي كانج ان مش همه من كل المتسابقين غير تشين، وطلب من الاميره انها توصل له سلامه لو شافته. كان ساي كانج مش عارف هما بيتكلموا على مين، فقالت له تشاو لينجشان انه ابن عيلة شين، وجي وقف معاهم العم هوانج كانج، وده اللي كان صاحب المشكله مع شين يو في البدايه. وكان معاه تشاو. وقالت ليانج يو انها لما عرفت اللي عمله معاه تشين طردته هو ووالدته. وقال ليانج يو ان اكيد بعد اللي حصل لتشين زمانه بيكرهه ولازم يلاقي طريقه يصالحوا بيها. وقال لتشاو انه مش عايز يسمع منها اي كلمه تانية. حتى كانج طرد اخوه وطلب منه يمشي لانه مصدر احراج ليه دايما. ومن ناحيه تانية وصلت شين يو وسحرت الكل بجمالها، وده خلى تشاو تتغاظ منها جدا، وقالت انها تخليها تشوف فشل ابنها وتخليها تحط عينيها في الارض منه اكتر تحس بالخجل. وبعدها على طول وصل للرئيس وقعد علشان يتفرج على المسابقه. الكل عرفوا كمان الشخص اللي معاه، وقالوا انه من القصر واسمه اللورد لينجو، وانه فاضل له خطوه واحده بس وهيوصل لاعلى مستوى في كل المراحل. ووقف مسؤول المسابقه ورحب بالكل وشرح الاختبار هيكون عباره عن ايه، انه بيتكون من جزئين. وعلى بدايه المسابقه واتكلم الناس عن تشين وقالوا انه لو ما كسبش في الاختبار فالكل هيسخر منه، خصوصا ان والدته
اتطردت من عيلة شين بسببه. حتى شين فين وقف وقال لتشي تشين انهم احسن حاجة عملوها انهم رموه هو ووالدته بعيد عنهم لانهم مصدر احراج كبير ليهم. كان لين تيان بيدافع عنه لكن تشي تشين سكته وطلب منه ما يتكلمش مع حد. وقف المسؤول نادى على تشي تشين اول اسم. وقف شين فين طلب من المسؤول المرتشي انه يستبعد تشي تشين من المسابقة. اتدخل تشي تشين وطلب منه يتعمل له اختبار في الكيمياء، وكل ده لان ما كانش ليه معلم يحدد مستواه من قبل كده. حكم عليه الرئيس انه ينضم لحفله تحديد المستوى، ولو نجح يبدا الاختبار ولو فشل عقوبته هتبقى شديده. وافق تشي تشين بس عمل رهان مع شين فين انه لو نجح يطلع على المنصه ويقول انه غبي، ولان شين فين كان واثق ان تشي تشين فاشل فوافق على الرهان. وقف كل المتسابقين اللي ما حددوش مستواهم قبل كده واشتركوا في الحفله، وادى المسؤول المرتشي لتشي تشين بلوره ميته علشان يخسر وما يعرفش يخليها تنور ابدا. لكن المفاجأة ان تشي تشين قدر ينورها وبين قوته قدام الكل، وفرحت بيه جدا والدته. ومحدش من الموجودين كان مصدق القوة اللي فيها تشي تشين، واكتر واحد كان هيتجنن هي تشاو. وقالت تشي يونج انه انسان فاشل وكان لازم يتأكد بنفسه من الخطة اللي حاطينها. وانبهر الرئيس بتشي تشين وقال عليه انه شكله موهبته كبيره جدا وغالبا هيطلع نابغه. وقرب تشي تشين من شين فين وقال له انه ما كانش لازم يحرج نفسه معاه من البدايه لانه دلوقتي لازم ينفذ الرهان. وقال له لين تيان انه شاهد على الرهان هو والرئيس وكل الموجودين. فعلا كل الموجودين بيقولوا ان شين فين ورط نفسه وما كانش لازم يحط نفسه في الموقف ده ابدا، وما كانش قدام شين فين غير انه ينفذ الرهان. ووقف الكل يضحك عليه. بدأت الجوله الثانيه من الاختبار وكانت عباره عن اختبار للتصويب بالقوس، والقوي بس هو اللي هيقدر انه يخترق كل طبقات الحمايه. وكتير من المشتركين خسروا لكن كمان في كتير كسب، من ضمنهم شين فين وقف اتفاخر قدام تشي تشين. وقبل ما تشي تشين ينهي دوره علم لين تيان ازاي يكسب وينجح في المرحله دي، وفعلا نجح. وبعدها وقف تشي تشين مسك القوس بتاعه علشان يجرب مع باقي المتسابقين، ومحدش كان متوقع فوزه ابدا، لكنه نجح والسهم بتاعه كان ثابت اكتر من كل الاسهم الباقيه. ولاحظ الرئيس انه استخدم 30% من قوته واعتمد على قوته الروحيه، وقال ان في شاب في سنه غريب جدا انه يكون بالقوه دي. حتى الجنرال اللي معاه قال عليه انه ماهر جدا وعنده تحكم كبير في القوس. والسيد كانج كمان كان ملاحظ قوه ومهاره تشي تشين. بس لما جه الدور على لي فينج مش بس عرف يصوب، ده كسر لوحة التصويب المصنوعة من الصلب القوي، وده لفت نظر تشي تشين والكل قال عليه انه موهبة نادرة. وجه الدور على الأميرة تشاو لينجشان وهي كمان نجحت في الاختبار. وقال الرئيس للجنرال انها تبقى ابن السيد كانج، وكمان المعلم بتاعها هو ليانج يو. وانتهى الاختبار ده، وجه المسؤول المشتركين وفهمهم من الاختبار اللي بعده وهو اختبار القوة. نبه عليهم بكل القواعد: ممنوع يقتلوا بعض، ممنوع يتعاونوا مع بعض، واي حد هيغلط هيتعاقب. وقال تشي تشين ان لين تيان مش مهم يفوز او يخسر، لكن المهم ان يستخدم قوته وما يبقاش ضعيف. وقسمهم المسؤول لمجموعات، والمشتركين اللي في مجموعة لي فينج قالوا ان مفيش امل انهم يكسبوا خالص. واعلن المسؤول بداية القتال، والمفروض ان كل مجموعة هيفوز منها مشترك واحد بس. واحد من المتسابقين قرر انه يختصر وقته ويخلص على كل مجموعته مرة واحدة، وفعلا استخدم قوته وهدفهم كلهم بيها قام في الارض. ولفت نظر الكل ومنهم الرئيس والجنرال، وعرف ان اسمه وانج شمينج. وقال الرئيس ان المتسابق ده هيكون واحد من الاوائل الثلاثة مع لي فينج وتشاو لينجشان. حتى الجنرال كان هو كمان رأيه كده، وقال له اوقات كتيرة النتيجة بتفوق التوقعات. ولاحظ ان تشي تشين هو كمان كويس، وبص عليه لقاه واقف هيقاتل وانج شمينج ووقفوا يتقاتلوا. اما ابن خاله شين فين فكان بيتقاتل مع لين تيان وكان اقوى منه بكتير، فضربه لحد ما خلاه فقد وعيه، وجم الحراس شالوه. ولما تشي تشين شاف المنظر من كتر غضبه خرج قوة برق كبيرة جدا صعقت المقاتلين، وبص على شين فين وهو كله غضب. شاور عليه فقال له شين فين ان لو قدر يوصل له هيخليه يتمنى الموت. ومع ان ما كانش في حد عارف يوصل للي فينج، برضه قوته كانت كبيره جدا، بس لفت انتباهه قوه تشي تشين وقال عليه انه مش سهل ابدا. وفي الاخر وقف واحد بس على راس مجموعته هو اللي فاز فيهم، كانوا 10 اشخاص. وجه المسؤول هناهم وطلب منهم يستعدوا للجوله اللي بعدها. قرب تشي تشين من شين فين وقال له انه هينتقم منه على اللي عمله مع صاحبه لين تيان. اما وو تشين فكان واقف قلقان من النتيجه، جاله اخوه طمنه وقال له ان لي فينج هو اللي هيفوز في النهايه. حتى تشاو كانت مستنيه اللحظه اللي يموت فيها، وسالت تشي يونج ازاي ما اتطردش من المسابقه بعد كل الفلوس اللي دفعتها. كان الكل متشوق جدا انه يعرف النتيجه. وبعد شويه اعلن المسؤول نهايه فتره الاستراحه، بدايه الجوله الاخيره، وقال لهم القواعد تاني: ممنوع القتل، وقال لهم ان اي حد هيخالف القواعد هيكون عقابه كبير جدا. اعلن بدايه الجوله الاولى بين تشو جوانج وشين فين، واستخدم شين فين حركه الرعد وكسب القتال. وبدأت المباراة اللي بعدها وكانت بين لي فينج وشينج فينج. في البداية خالص طلب منه لي فينج انه يستسلم، لكن المقاتل رفض وهجم على لي فينج بكل قوته، فزود لي فينج من قوة بلورة الحماية، وده خلى شينج فينج ما يعرفش يخترقها ووقع على الارض وبقى مش قادر يتحرك. وانتهت النتيجه لصالح لي فينج. الكل قال ان لي فينج هيكتسح الكل وهيفوز بالمستوى الاول. في الوقت ده بعتت السيده تشاو القائد شي يونج علشان يدبر قتل تشي تشين في القتال ده علشان تخلص منه.
وقالت انه اهانهم كلهم ولو مش هيموت في الجوله دي فقلبها مش هيرتاح. واعلن المسؤول الجوله اللي بعدها بين وانج وهوانج يوزوان، ووقفوا هما الاثنين باسلحتهم قدام بعض. واول ما بدات المعركه ما ضيعوش وقت وهجموا هما الاثنين على بعض، ومن اول حركه فاز وانج. اخيرا جت اخر مباراه بين تشي تشين وشين فين، وده بعد ما السيده شاو طلبت من المسؤول انه يعمل كده. كان تشي تشين فرحان جدا وقال لشين فين انه كده حفر قبره بايده، وسخر منه شين فين وقال له انه لو متخيل انه هيقدر عليه يبقى اكيد غلطان. كان رد تشي تشين عليه انه صعق بقوته وبعده عنه، حتى لما وقف شين فين تاني وركز كل قوته علشان يضربه قوم تشي تشين بمنتهى السهوله وبعده عنه. وقف تشي تشين قال له انه ضعيف جدا بالنسبه له، فاستخدم شين فين تقنيه ال 13 حركه المدمره، وده كان نفس الاسلوب اللي بيستخدمه الجنرال لينجو، والكل كان متاكد من فوزه بعد الحركه دي. خافت جدا شين يو على ابنها وقالت انه مش هيستحمل القوه دي كلها، وانتبه الجنرال لينجو علشان يشوف شين فين هيوصل لفين في الوقت اللي كان كل الناس سادة ودانها من قوه الضربات. وكان تشي تشين بيتصرف بهدوء خالص وبيبعد عن كل الضربات بسهوله. وقال الجنرال ان التقنيه معموله بشكل جميل جدا، لكن الاجمل منها هو تشي تشين اللي اثبت لكل قوته من سلاسه حركته وتجنبه للهجمات بسهوله، وده معناه انه طالب عبقري ووصل لمستوى متقدم من التدريبات. ما كانوش مصدقين عينيهم لما شافوه بيسحب شين فين ليه ورماه بعيد بكل قوته لدرجه انه خلاه مش قادر يقف. واعلن المسؤول فوز تشي تشين، وقرب تشي تشين من شين فين وقال له انه ضعيف جدا. رفض شين فين انه يقبل الخساره وقام وراه من ظهره علشان يضربه، والكل خاف على تشي تشين، لكنه انتبه في اخر لحظه وسرعه حركته خلت الكل فاكره انه وقف الزمن وجري وقف في ظهر شين فين، واللي ضربه بقوه دمر كل زراعته وحرق طاقته كلها. فجريت تشاو على ابنها وطلبت من تشي يونج انه يقتله. وقف تشي يونج يواجهه، لكن المعلم ليانج يو جري وهو اللي وقف في وشه وشكره تشي تشين، ونزل الرئيس بنفسه وقال لتشي يونج ان اللي بيحصل ده مش قانوني وهو كده بيعمل مخالفه كبيره. ولما تشاو قالت له ان تشي تشين مجرم واذى ابنها، رد عليها ليانج يو انهم كلهم كانوا واقفين وشايفين اللي بيحصل، وابنها هو اللي بدا بكسر القواعد والغدر. ان تشي تشين التزم بالقواعد والقتال وكان لازم شين فين يقبل النتيجه. واتدخل الرئيس وقال لها انهم لازم يتعاقبوا على اللي عملوه وضربهم بقوته وطردهم من المنافسه. وقال تشي تشين انه فخور بوجود تلميذ زيه في المسابقه، وكان تشي تشين فرحان جدا بكلامهم، حاسس ان اخيرا بدا يلاقي احترام مقابل مجهوده. وقال للرئيس انه من وقت ما بدا المسابقه وهو بيلاقي حاجات ضده، واتهم المسؤول انه متفق ضده. قرر الرئيس يشوف اسماء المشاركين مع بعض قتال، لان تشي تشين كان المفروض قتاله مع مشترك تاني. فسأل المسؤول المرتشي ازاي ده حصل، وتنكر المسؤول انه يعرف اي حاجه. فقال له تشي تشين ان محدش هيصدقه، خصوصا انه معاه ادله تانية تثبت كلامه. خاف المسؤول وفضل يعتذر، لكن الرئيس رفض اعتذاره وطرده بعد ما اتاكد انه كان متفق مع عائله تشين. واخد ليانج يو تشي تشين علشان يوصله لبيته. بعد خطوتين استأذن منه تشي تشين وقال له ان لو احتاج اي حاجه يقدر يتواصل معاه، وسابه ورجع لباقي المشتركين. وفي الرئيس قال لباقي المشتركين ان الاختبار كان فيه مشاكل، بس هو عايزهم ما يتضايقوش لانه طول ما هو موجود فهيتعامل مع الكل بعدل بصرف النظر عن عيلتهم او اي ظروف تانية، واي حد هيخالف الكلام ده هيكون مصيره القتل. قال لهم انهم وصلوا للمرحله النهائيه في الاختبار. طلب من تشاو لينجشان انها تقاتل ليانج، واللي هيكسب منهم هيقابل المشترك اللي بعده. وفعلا وقفوا هما الاثنين يتقاتلوا بكل قوتهم، وكانت تشاو لينجشان حركتها سريعه ورشيقه فانهت القتال بسرعه لصالحها. ادالهم الرئيس استراحه ربع ساعه، وبعدها قال ان تشاو لينجشان هتقابل تشي تشين في القتال الجديد. كان كانجا هيطلب من تشاو لينجشان انها تنسحب لما شاف ليانج يو حريص على تشي تشين، لكن ليانج يو قال له انه فاهم غلط، انه اكيد مش هيظلم تشاو لينجشان ولازم تجرب القتال وقف يتفرج عليهم. كانت المعركه معركه مبارزه بالسيوف، والكل عارف ان تشاو لينجشان بارعه جدا في استخدام السيف. قالوا ان تشي تشين يعتبر بينتحر لو اشترك في التحدي ده، لكن تشي تشين كان واثق من فوزه ووقف صد كل ضربات تشاو لينجشان، فاستخدمت تقنيه الالف سيف. لكن تشي تشين قال لها انها ضعيفه جدا وصدهم بضربه سيف واحده. مش بس كده، ده كمان ركز كل قوته على سيفه وصعقها بيه، ولولا انها غرزت سيفها في الارض ولحقت نفسها قبل ما تقع كانت اتدمرت. قالت في نفسها انه استخدم تقنيه تحريك السيف، ودي تقنيه عميقه جدا حتى هي ما تعرفهاش. وقفت من تاني واستخدمت اقوى التقنيات عندها وخلت السيوف تنزل على تشي تشين زي المطره، وبرضه قدر انه يهرب منهم كلهم. اتحرك بسرعه البرق لحد ما وصل لها وكان هيطعنها بسيفه، لكنها لحقت نفسها في اخر لحظه وقالت لنفسها انها لازم تخلي بالها كويس، واستخدمت تقنيه سيف الجليد، والمفروض انه اقوى انواع السيوف. وكانت مش فاهمه ازاي تشي تشين بيهرب من تقنياتها بسهوله كده وقدر يوصل ليها ويحط السيف على رقبتها. فاعترفت تشاو لينجشان بالهزيمه. محدش من الموجودين كان مصدق عينيه، خصوصا انهم كانوا مقتنعين ان تشاو لينجشان هتكون من الثلاثه الاوائل. وسال الجنرال لينجو الرئيس ازاي تشي تشين قدر يعمل كده بسهوله. نادت تشاو لينجشان على تشي تشين قبل ما يمشي وسالته ان كان يستخدم كل طاقته معاها ولا لا، فقال لها ان دي حاجه مش مهمه بالنسبه لها وسابها ومشي. هي قالت انها عرفت ليه المعلم ليانج يو معجب بيه، وكان السيد كانج متضايق ان بنته مش قويه زي تشي تشين. فضحك المعلم وقال له ان لسه قدامها كتير علشان تتعلمه. وبدات المباراه الثانيه، وكانت بين لي فينج ووانج، والكل كان عارف ان وانج موهبته كبيره جدا، لكن من
عيله فقيره، على عكس لي فينج اللي من عيله غنيه والموارد فيها كتيره. وعلشان كده كان دايما بيستخدم افضل الممارسات وقوته بقت ملهاش نهايه وبيقدر يهزم اي حد. فعلا المره دي جرح وانج كتير، وفي النهايه وقف استفز الكل بكلامه عن الثروه والفلوس وان الفقراء مهما عملوا برضه مش هيقدروا. طلب منه وانج ما يبقاش متفاخر بنفسه قوي كده، لانه هيفضل يقاوم وهيتعب كل يوم في التدريبات علشان يبقى قوي، حتى لو ده هيكلفه عمره كله. ومش لازم الانسان يبقى غني علشان يبقى قوي. سخر منه تشين وقال له ان الفقر برضه مش هينفعه وهجم عليه، لكن وانج طلع سيف عملاق من الاشعه الكهربائيه علشان يضربه، وفضل لي فينج يصده كتير. وبعدها هجم عليه وضربه وقرب منه وقال له ننبهه من البدايه انه بالنسبه له زي النمله، لان معاه موارد كتيره جدا بزودها قوته وما ينفعش يقارن نفسه بيه خالص. اعترف وانج بالهزيمه وتوعد لي فينج بانه هيهزمه المره اللي جايه لانه مش هيستسلم ابدا، وقال له تشين ان موهبته كبيره ولو اشتغل على نفسه هيبقى اقوى، مش لازم ابدا يخلي حد يحبطه. واتمنى الناس المتفرجين من عامه الشعب لو تشين يقدر يهزم لي فينج، بس كانوا شايفين ان دي حاجه صعبه جدا، خصوصا ان تشين اصغر منه بسن. وفي الرئيس وقال ان المباراه النهائيه هتكون بين تشين ولي فينج، واللي هيكسب منهم هيفوز بجائزه الأكاديمية، ودي هتكون مفاجأة للفايزين. وفي بقى لي فينج طلع حبوب قوة وأخد منها واحدة علشان يكسب مباراته الأخيرة. كل بعدها توقع إن لي فينج هو اللي هيفوز، وأعلن الرئيس بداية المباراة وقال لي فينج لتشين إنه ما كانش متوقع إنه يواجهه في النهاية، كان متوقع إنه هيقابل حد أقوى بكتير. قال له تشين إن الحبوب والموارد اللي معاه مش كل حاجة للقوة وهو هيعلمه ده النهارده. سخر منه لي فينج وقال له إن ده كلام الفقراء اللي زيه. واخيرا خلصوا كلامهم وبداوا القتال الحقيقي وطاروا في الجو ووقفوا واجهوا بعض بشكل مباشر. المتفرجين فضلوا يشجعوهم واتقسموا الفريقين، كل فريق بيشجع واحد مختلف. ونزل تشين ولي فينج، وكان تشين متقدم عليه وقدر انه يضربه اكتر من مره. فاستخدم لي فينج نفس التقنيه اللي هزم بيها وانج، لكن المره دي ما اثرتش في تشين، بالعكس هو اللي ضربه. وفي لي فينج مستغرب من اللي بيحصل معاه وقال انه اتدرب كتير جدا غير التركيبات والادويه اللي اخدها. فقال له تشين ان الفلوس مش كل حاجه ومش هتقدر تديله القوه اللي بيحلم بيها، لان الاهم هي قوه الروح. والكل فرح بكلام تشين، خصوصا عامه الشعب اللي ادالهم امل بانهم ممكن يبقوا افضل من الاغنياء. وقال الرئيس انهم دلوقتي في نفس المستوى القوه، لكن تشين مركز اكتر وبيتحكم في طاقه جسمه بشكل افضل. فعلا ده اللي حسه لي فينج، وقال لتشين انه الطالب العبقري للأكاديمية بقاله سنين ومش هيسمح لحد ان ياخد منه اللقب ده ابدا. واستخدم كل طاقة جسمه وعمل قوة نار جبارة. حتى تشين قال فعلا مفيش اي حد يقدر يعمل كده، لكنه استفز لي فينج لحد ما خلاه يستخدم كل طاقته وخرج بيها تنين عملاق. فرح جدا تشين وقضى على التنين، وطبعا بعدها وقع لي فينج وبقى مش قادر يتحرك، وبكده يبقى فاز تشين في المسابقة بالمركز الاول. بعد ما الكل كان بيتنمر عليه بقوا يهتفوا باسمه. حتى الرئيس والجنرال اتكلموا عن قوة تشين وكانوا معجبين بيه جدا، وفرحة تشين يو بابنها كانت ما تقدرش وهي شايفاه بطل والكل معجب بيه. ونزل الرئيس اعلن تشين الفائز بالمركز الاول، وطلب من وانج وتشاو لينجشان انهم يجهزوا نفسهم علشان يتنافسوا على المركز الثالث والرابع، لكن وانج كان مجروح وتعبان فقرر انه ينسحب. وبكده بقى لي فينج في المركز الثاني وتشاو لينجشان في المركز الثالث والرابع هو. اخيرا قال الرئيس ايه هي جوائز تشين، واول جائزه كانت خاتم تخزين وتقنيه الملك شوان السريه. وسلم الرئيس الجوائز لتشين، بس تشين طلب منه طلب غريب جدا، وانه يبدل التقنيه السريه وياخد ثمنها. والكل استغرب، لكن هو في نفسه قال ان في دماغه تقنيات كتير افضل منها، اداله الرئيس بدلها 100,000 عمله ذهبيه. فشكروا تشين واخد الفلوس. ونزل الجنرال بارك للكل وقال انه موجود نيابه عن العيله المالكه وجاي يقدم هديه ليهم، وهي سماح للمركز من الخامس للثامن بدخول اوضه الفنون القتاليه الملكيه، وبعد ما يتخرجوا هيعينهم في القصر. والمركز من الاول للرابع يدخلوا بركه روح الدم في جبل الشيطان، ودي بتزود القوه جدا وبتحسن المستوى وتعتبر هديه غاليه. وفي الثلاثه من المراكز الاربعه وقالوا لتشين انهم بعد ما يدخلوا البركه هيهزموه ومش هيقدر عليهم ابدا. تجاهلهم خالص تشين وراح لوالدته يسلم عليها وقال لها انه كل وصل له فضلها علشانها. قالت له انها كانت واثقه فيه، وشكرت لانجيو اللي جه وقف معاهم، بس هو قال لها ان ابنها هو اللي يستحق الشكر. واستغربت شين يو من كلامه لانهم مشوا من العيله بسبب ان تشين اهانه، وفهمت ان شين فين كان بيكذب. وجالهم السيد كانج كمان وهنأ تشين وطلب منه يساعد بنته علشان تحسن مستواها، خصوصا انهم في نفس العمر. ورحب تشين بالفكره وعرض عليهم كانج ان يديلهم بيت جديد افضل من اللي هم فيه، بس شين يو رفضت. سابها ساي كانج براحتها وقال لها وقت ما تحب، ومشي كل واحد منهم في طريقه. في الوقت ده كانت السيده تشاو جابت افضل طبيب لابنها وجبسه كله، وقال ان مصدر قوته اتدمر ومفيش علاج ليه الا عند الكيميائيين. وخلت يانجي توصل الطبيب، وجالها تشي يونج بخبر فوز تشين في المسابقه وقال لها على الهدايا اللي كسبها، وده خلاها كانت هتتجنن على الاخر. طلبت من تشي يونج انه يقتله قبل ما يروح البركه، في المقابل هتديله فلوس كتيره يعيش بيها مع اولاده
ولاده الباقي من حياته، لكن لو فشل هتحرمه من ولاده للأبد. من ناحية تانية عرف الملك اللي حصل في مسابقة أكاديمية تيان، وجاب هاويان وقال له إن اللي حصل هناك أحرج اسم العيلة كلها، واداله فرصة 3 أيام يعاقب فيها المسؤول. فرجع هاويان لقصره ودخل شاف ابنه، وقالت له تشاو إن وضع ابنهم خطير جدا. هو قال لها الموضوع لو ما اتحلش هيبقى كارثة على العيلة كلها. كان تشاو ليها رأي تاني، وهو إن الملك عارف كويس إنجازات عيلة شين العسكرية ومش هيقدر يأذيهم، ففهمها هاويان إن الموضوع كبير ولازم يضحوا بحد علشان يكسبوا رضا الملك ويعدي الموقف، والحد اللي هيضحوا بيه تشي يونج وهيسلموه للملك، وطلب منها تقول له مكانه. كانت مش عارفه تخبي عليه، فاضطرت تعترف له انها بعتته يقتل تشي تشين. ولما جه يخرج علشان يلحقه قالت له ان الوقت اتاخر وزمانه خلص على تشي تشين. قال ان مفيش حل غير انه هيروح للملك ويرمي باللوم كله على تشي يونج، وهيقول انه هرب ومش عارف مكانه. في الوقت ده كان تشي تشين بيتدرب وقدر انه يحسن من مستواه اكتر، وقال انه لازم طول الوقت يطور من نفسه ويحسن من مستواه. وخرج لوالدته وقالت له انها مش عارفه تنام من كتر الفرحه، فاخدها دخلها اوضتها علشان تتدفى وتنام. كانت مستغربه من قوته لانه كان طول الوقت ضعيف، وقالت له انها كانت خايفه عليه انه ما ينجحش. فرحها وقال لها انه هيفضل يتحسن، ومن النهارده مش هيعرف الفشل تاني، وهيكون مصدر فخر ليها طول الوقت. وسابها ورجع لاوضته. وبعد شويه كان وصل تشي يونج لبيتهم ومعاه رجالته المتخفيين. كان تشي تشين رجع يتدرب تاني، وظهر قدامه سيف. لما قرب منه لقى قوته سحبته له، كانت قوه كبيره جدا وكانها دوامه كبيره. وبعد ما تشي تشين اتألم كتير قدر انه يسيطر على طاقه السيف وامتصها كلها في جسمه. كان جسمه مش قادر يستحملها لدرجه انه وقع وفقد وعيه. وبعد ثواني فاق من صوت رجلين حشره ماشيه جنبه، وعرف ان حساسيته زادت جدا للاصوات، وحس ان في حركه غريبه في جنينه البيت. خرج واستخبى فوق شجره، وفعلا لقى تشي يونج ورجالته واقفين مستخبيين علشان يهجموا عليه في اوضته ويقتلوه هو ووالدته. وقال تشي تشين ان من حسن حظه حسن من مستواه، وفضل يعد المجرمين ويعرف مستواهم، وحط خطه بسرعه تخليه يتخلص منه. اكتشف انه بقى يعرف يستخدم تقنيه التخفي، واختفى خالص ويقضي عليهم واحد ورا التاني. ومسك سيف واحد منهم وقال ان كلهم قتله محترفين وبيستخدموا السيوف السوداء مش بتعكس الضوء في الضلمه. ولبس لبسه واخد السيف وقضى على باقي المجرمين قبل ما يأذوا والدته. ومن ناحيه تانيه كان هاويان بيفكر في اللي بيحصل، وقال ان بعد شويه خبر موت تشي تشين وشين يو هينتشر، وقال انه لازم يخفي تشي يونج لانهم خلاص بقوا قدام الامر الواقع. نرجع تاني لتشي يونج اللي كان لسه في بيت تشي تشين، ولقى كل رجالته مضروبين وواقعين في الارض. ما كانش عارف مين اللي عمل كده، وطلب منه يظهر نفسه. فطلع له تشي تشين وهو لابس زي واحد من رجالته، وغير صوته وقال له ان في حد عمل لهم فخ علشان يقتلهم وعمل نفسه مصاب، بس زميله عرفه انه مش واحد منهم ولسه هيهاجمه. فطلع سيفه وبدا يقتلهم. ووقف تشي يونج بنفسه وقال ان مصير حياته هيتحدد بموته، بس يا ترى هيقدر فعلا يقتله ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.